لو عملت فلتر للبيانات سام هتديك نتيجة صحيحة؟ لا طبعا. هتعرف تجمع البيانات دي بسب توتال؟ السر فيه اجريجيت. يلا نتعلم مع بعض ايه الفرق ما بين سم وسب توتال واجريجيت. لو عندنا مثال شكل ده كده، عندنا التاريخ والمندوب والكمية والسعر واجمالي مبيعات. لو انا عاوز اجمع اجمالي المبيعات بتاعنا ده، لو جمعته بدالة سم هيجمع معانا عادي، لان مفيش فلتر ولا في اي حاجه. وسب توتال بنفس الفكره، واجريجيت بنفس الفكره. خليك معايا، الصم 138 والسب توتال 138,000 والاجريجيت 138. طب انا لو عملت هنا فلتر مثلا كده على شهر يناير وفبراير، اداني الصم 138,000، ما خدتش في الاعتبار الفلتر. اكمن سب توتال جمعت لي بعد الفلتر، واجريجيت جمعت معايا برضو بعد الفلتر. عرفنا دلوقتي الفرق ما بين سم وسب توتال واجريجيت، ان سم بتجمع الرينج كله، ما بتاخدش في الاعتبار اي فلتر او اي حاجه. من سب توتال واجريجيت بتاخد في الاعتبار الفلتر وتديني النتيجه على ما بعد الفلتر، او ما بعد لو في عندي خلايا معمول لها هيدن او اخفاء، شكل ما احنا شايفين في المثال بتاعنا كده. تمام. طب امتى بقى ايه الفرق ما بين سب توتال واجريجيت؟ لو انا عندي مثلا هنا في الكميه دي بدون هنا غلط كده، اداني الخانه دي فاليو. دلوقتي في الحاله دي ايه؟ السم ما جمعتش خالص، السب توتال ما جمعتش معايا اي حاجه، الاجريجيت جمعت معايا اللي موجود، يعني اهملت الخليه اللي ما فيهاش قيمه. يعني حتى مثلا لو انا حطيت رجعت دي تاني كده بدون قيمه، لا يوجد رصيد، كتبت هنا لا يوجد رصيد مثلا وضربت اداني ما فيهاش، طبعا قال لي المعادله خطا. ففي الحاله دي الصم والسب توتال ما جمعوش، قال لي في غلط. اكمن الاجريجيت اهملت الخليه اللي فيها دي وجمعت لي باقي الرينج كله. ازاي بقى نعمل داله اجريجيت مع ده كله؟ هنقول بتساوي اجريجيت تاب، احنا طبعا الصم 9 كوما وبعدين نختار رقم 3 وكوما، نحدد الرينج بتاعنا كله وندي انتر. يبقى كده عرفنا دالة الاجريجيت وايه الفرق ما بينها ما بين الصم والسب توتال والاجريجيت. انا عاوز افكرك بحاجه مهمه جدا، لكل البيانات هتجمع بصم، للبيانات بعد الفلتر هتجمع بسب توتال، للمحترفين هتجمع باجريجيت. خليك محترف واشتغل باجريجيت. لو المعلومه جديده عليك احفظ الفيديو ده لانك هتحتاجها في كل شيت اكسل. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد من قناتنا.